وبسم الله والسلام عليكم، والفيديو الثاني على مدينة طاطا. بعد ما تعرفنا على منطقة طاطا باعتبارها منطقة استوطنها الإنسان ما قبل التاريخ، وبدليل وجود مجموعة من النقوش الصخرية والأدوات الحجرية في جميع الإقليم. أيضا تعرفنا على المآثر التاريخية والعمرانية اللي كتدل على مرور حضارة عريقة بهذا الإقليم هذا. الناس اللي ما شافوش الفيديو وبغاو يشوفوه غادي تطلعوا على ديك الدويره الفوق، ولا غادي تلقاو الرابط تحت الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا بعض المناظر الطبيعيه في اقليم طاطا. اكيد مدينه طاطا معروفه بحرارتها المرتفعه اللي كتجاوز 45 درجه في اغلب مناطق الاقليم. فاش كتدخلوا الاقليم طاطا فهذا هو المنظر السائد اللي غادي تشوفوه: مجموعه من المرتفعات الجبليه ومنها سلسله جبال باني، ايضا مجموعه من التلال، مجموعه من المنبسطات اللي غتلقاو فيها واحات النخيل الخضراء، وما ننساوش الوديان اللي غتصادفوها على طول الطريق. اللون اللي كيغلب على مدينة طاطا فهو لون البني الفاتح، نقدر نسميوه اللون البني الفاتح لحقاش المنطقة منطقة صحراوية. انا حاولت انني ناخذ لكم فقط مقتطفات من بعض الفيديوهات، يعني ما درت لكمش كل شيء، وفيديوهات قادمه ان شاء الله غادي نحط لكم كل فيديو بوحده كامل ان شاء الله. يعني رغم ان المنطقه صحراويه إلا أنها كتميز بوفرة المياه، سواء المياه السطحية ولا حتى المياه الجوفية. وهنا غادي نشوفو شلال العتيق اللي كاين في تيسينت، واللي كيتميز بالزرقة نتاع المياه نتاعو. شلال تيسينت يعني كيجيو مجموعة من السياح الأجانب، كنظن أن طاطا كيجيوها السياح الأجانب أكثر ما كيجيوها السياح من المغرب. شلال العتيق في تيسينت شلال معروف وكيجيو الناس بزاف. نمشيو للناس اللي كيبغيو المغارات، عشاق المغارات. كاينه مغاره مساليت في تيغرمت، هذه مجموعه من المغارات، يعني بزاف تاع المغارات كاينين هنا، كاينين صغار كبار. ننتقلوا لاجينان. اجينان حتى هو منطقه سياحيه معروفه، يعني كنظن ان كما قلت لكم الناس نتاع الاجانب كيجيو لهاد المناطق بزاف. اللي كيميز هاد المنطقه نتاع ايغينان هي انها واحه جات في وسط واد، والضفاف نتاع الواد هما عباره عن جبال عاليه. وكما كنشوفوا الناس هنا كيبنيو على الجبل، هنا ديور مبنيه على الجبل. وايضا كتشوفوا الواحات من الفوق، يعني النخيل كتشوفوا من الفوق ماشي بحال من تكون حداها. اجينا ايضا كنلقاو واحد الشكل سبحان الله كاين في واحد على الجبل، غادي نشوفوه دابا. هو بحال وجه نتاع شي انسان، ما عرفتش هاد واش عندهم شي قصه ولا شي اسطوره على على هاد الوجه هذا. الناس عاقيناني الا شافوا هاد الفيديو عندهم شي حاجه يقولوها عليه يضيفوها علينا، يضيفوها لنا. هادو الواحات نتاع الواحات تاع طاطا، هادو اقيغان. يعني سبحان الله فاش كتدخل الواحه فانت كتنسى راسك بانك وسط الصحراء، يعني ديك الحراره ما كتبقاش الخضوريه، كتلقى الماء في وسط الواحه، وكتحس براسك انك وسط الصحراء فاش كتدخل الواحه. كنسميوهم ايغران بشلحه. مدينه طاطا معروفه بالنخيل والتمر. هذا إتغان في أقيغان.
غان اقليم طاطا. هاد البلاصه كيسميوها إتغان ولا إتغي، يعني هو مجموعه من واد، وبسبب التعريه والفيضانات تشكلوا واحد الحفر عميقه في وسط هاد الواد هذا. يعني على طول هاد الواد كاين حفر عميقه اللي كتشكل بحال واحد المتاهه. كاينين البلايص اللي فيهم الماء وكاينين بعض الحفر اللي ما فيهمش الماء. هنايا الفيديو خديته غير من الجنب لحقاش ما دخلناش للوسط، كما قلت لكم وسط بحال واحد المتاهه اللي تقدر انك تلف فيها، وايضا كتخاف انك تزلق وسط وسط هاد الحفر هذا. احنا اكتفينا اننا تمشينا غير على الطريق وصافي، على الجنب. نتمنى ان شاء الله ان الفيديو نتاع اليوم يعجبكم، وان المناظر الطبيعيه ديال طاطا عجبتكم. كما قلت لكم انا خديت لكم فقط بعض المناظر. كما نقول الناس نتاع طاطا الا كاينين شي مناظر اخرين يستحقوا الزياره فخليوهم في كومونتير، ولا الا عندكم شي فيديوهات بارطاجيوهم معنا. وكما العاده عجبكم الفيديو ديروا جيم وبارطاجيو واشتركوا في القناه اذا مازال ما اشتركتوا، وتهلاو في راسكم.